احنا فين في الحق؟ وريني الحق من القرآن إن كنتم أنتم على الحق، أرنا الحق من كتاب الله. تفضل. اقول لك جدالك عقيم، انت مو مشكله، مو انت علشان بجيب لك آيات من القرآن يبقى جدالي عقيم يا شيخ عباس؟ كل هذه الأسئلة التي جاءت في القرآن، لماذا المسلمون لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصول دينهم اللي هي الإمامة؟ هل السؤال عن المحيض وغير أهم من الإمامة؟ سماحة سيد عباس، أهلا ومرحبا بك. يا شيخ حيدر. سيد حيدر لو سمحت. ألا ترى العمامة السوداء؟ حياك الله. شيخ عباس، كنا نسأل لماذا لم يسأل ولا واحد عن الإمامة من الصحابة وآل البيت؟ والله بطران. شنو؟ اقول لك بطران انت. شكرا. ليه كله انت لحد الان يعني ما مميز الحق وين والباطل وين. احنا فين في الحق؟ وريني الحق من القرآن إن كنتم أنتم على الحق، أرنا الحق من كتاب الله. تفضل. سؤال، يعني عمر وعثمان وابو بكر قاتلوا اليهود لو ما قاتلوهم؟ قاتلوا اليهود، قاتلوا وفتحوا الفتوحات الإسلامية، وأنتم إلى الآن لم تفتحوا أي شيء، إلا عشان ما كنتش كذاب في فتحتوا فنادق للمتعة في كربلاء والنجف. لكن أنا مقصدي الآن يا سماحة الشيخ عباس إن أنا أريد الآن الدليل على الإمامة. ليش كله يسألونك عن الجبال، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك عن الساعة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأهلة؟ اقول لك انت ليش ما تروح تقاتل اليهود هسه؟ ان شاء الله نقاتل اليهود، قاتل الله اليهود. انا مالي ومال اليهود دلوقتي؟ وحضرتك يهودي ولا ايه؟ انت غيرت الديانه؟ ومن هو فيهم تشابه، لان انا جبت شعائر بيفعلها اليهود وانتم بتفعلوها بتنسبوها لآل البيت. ارجع واسالك تاني سماحه الشيخ عباس، وفقنا الله وهداك الله لما يحبه ويرضى، ليش ولا واحد لم يسال عن الامام؟ لا ما محتاج، ما محتاج دعاء. هسه انت جماعه الامامه جاي يقاتلون اليهود، وانت ليش لا تقاتل اليهود الان؟ ليش لا تقاتل اليهود؟ يا حبيبي انت جاي تناقشهم لحد الان على صح او على خطا. يا حبيبي انت بتقول لي الان، انت يا رامي ليش جالس لا تقاتل اليهود؟ وانت ليش جالس لا تقاتل اليهود؟ تفضل. اسمعني بس، اسمعني. جاي يقاتل اليهود وفكر الاسلام فكر الدين، لو بيا فكر سؤال هسه. انا ببين الحق، افضل شيء تبيين الحق، واسال ان ينصر اخواننا في غزه، ده اللي انا املكه، فانا ببين الحق الان. انت ليش لا تقاتل اليهود انت بقى؟ فخلاص عشان ما تجيلكش قصف جبهه تاخدك كنت نايمك تحت السرير يا شيخ عباس. خلينا نرجع تاني بقى، ليش ولا واحد سال عن الامامه؟ هو ما كانش فيه امامه؟ ليه كانوا يسالوا عن الاهله، يسالوا عن الشهر الحرام، يسالوا ماذا ينفقون؟ اقول لك جدالك عقيم، انت مو مشكله، مو علشان بجيب لك ايات من القران يبقى جدالي عقيم يا شيخ عباس؟ هو علشان بتجيب لكم الادله من القران يا شيخ عباس؟ بس اسمعنا وياك، احنا قاتل هسه جاي تقاتل الناس الجاي اليهود وتقاتل انت فين؟ انت قاعد اهوت يا شيخ عباس ما بتقاتلش يهود ولا شيء. خليني بس ارجع واسالك السؤال تاني، لماذا لم يسال ولا واحد عن الامامه؟ يسالونك عن الاهله، يسالونك ماذا ينفقون، يسالونك عن الخمر، يسالونك عن الشهر الحرام، يسالونك عن الساعه، يسالونك عن الجبال، يسالونك ماذا احل لهم، يسالونك عن اليتامى، ويسالونك عن المحيض، يسالونك عن ذي القرنين، وحش سال عن الامامه. ليش يا شيخ عباس؟ اجبني مره واحده. اولا يا حبيبي، اولا بس اسمعني يا شيخنا، انت لحد الان يعني هاي الصورات الجايه تسجل والهاي، وانت جاي لحد الان ما مقتنع بيهم على عقل وعلى باطل. يا عمي اجب علي، الحق اهو في القران، الحق في القران يا سماحه السيء عباس، انا بقرا لك من القران اهو، الحق في كتاب الله. لماذا لم يذكر الامامه في القران؟ كل هذه الأسئلة التي جاءت في القرآن، لماذا المسلمون لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصول دينهم اللي هي الإمامة؟ هل السؤال عن المحيض وغير أهم من الإمامة؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم في معتقدك غفل أن يبين للأمة الإمامة؟ جيب بقى يا شيخ، أجب يا شيخ عباس. مالك يا شيخ عباس؟ إيه سكت ليه؟ أهو الخط مفتوح أهو يا عباس. عباس اوعى لا تقول إن أنا مقطع عليك ولا حاجة يا عباس. يا اخي انت لسه، ده الكلام اللي بناخده من الشيخ الشعب، انت لسه يا اخي بس. لكن اجابه يا اخي، جدالك عقيم. ليش جدالك عقيم؟ لانك بتجيب لي ادله من القران الكريم. الله المستعان. ها